الرحمن الرحيم. أهلا بكم مع قناة عالم دواجن المسيو. النهاردة اليوم التاسع للكتكوت، وأنا نزلت مضاد سموم في اليوم التاسع. وطبعا بعد ما ادينا التحصينة بتاعة الفيروسات النيوكاسل والاي بي، ادينا رافع مناعة عبارة عن فيتامينات، لان قبل وبعد كل تحصينة بننزل رافع المناعة اللي هو عبارة عن فيتامينات أ د 3 اهي، وسيلينيوم او رافع مناعة في حد ذاته، لان التحصينات بتبقى قوية على الكتكوت بيكون ليها رد فعل. النهارده اليوم التاسع، المفترض انه درجة الحرارة تقل 3 درجات عن 33، يعني تبقى درجة الحرارة 30. لما لقيت ان درجة الحرارة عالية النهارده، لان درجة الحرارة في الخارج كانت 39 و40، انا شغلت خلية التبريد. وطبعا انا شغلتها لان البطاريات بعيدة عن خلية التبريد، فيعني كنت مطمئن انها بالهواء مش داخل جامد بارد يعني. درجة الحرارة قلنا 30، التهوية مظبوطة، والشفاط شغال زي ما انتم شايفين كده. الشفاط شغال وصاده الخلية، انا يعني الخلية متوقفة دلوقتي، والشفاط شغال لان فاتح شبابيك للتهوية العادية بعد ما الحرارة نزلت واتظبطت ل 30 درجة. البطاريات الدور الاولاني بيكون اقل درجة من الدور الثاني. ناخد بالنا في تظبيط الحرارة. دلوقتي المفترض انه الكتكوت الاستهلاك بتاع العلف بتاعه بدأ يزيد. وازاي تعرف استهلاك الكتكوت من العلف؟ بتضرب عمر الكتكوت في 5، خليه بالزايد شوية. يعني مثلا لو افترضنا ان عمر الكتكوت 10 ايام، في 5 ده عامل ثابت، يبقى 5 في 10 ب50 جرام للكتكوت في اليوم اذا كان عمره 10 ايام، وهكذا. طب لو كتكوت عمره 20 يوم، فرخة عمره 20 يوم، استهلاكه من العلف قد ايه؟ يبقى 20 في 5، الخمسة دي ثابتة، يبقى 5 في 20 ب100، يعني 100 جرام. وبالتالي بتحسب الاستهلاك على العدد اللي عندك كله، بقى بتضرب في استهلاك الكتكوت، تعرف انت هتنزل علف قد ايه واستهلاك الكتكوت من العلف قد ايه. انا بعمل فترة اظلام بتكون ما بين العشاء والمغرب والعشاء، فترة ساعة ولا ساعة وربع. طبعا الإظلام بيخلي الكتكوت أكثر فاعلية مع العلف، العظم بتاعه بيزيد، والوزن بتاعه بيزيد، والحيوية بتاعته بتزيد، وبياخد ساعة راحة بتأثر على الناحية العصبية بتاعته، وبالتالي التحويل بيزيد. زي ما انتم شايفين الحركة بتاعت الكتكوت يعني كويسة، في انتشار. درجة الحرارة أنا عامل لكم استعراض أهو، درجة الحرارة مظبوطة والتهوية مظبوطة وكل شيء مظبوط. العلف محطوط في العلافات زي ما انتم شايفين كده أهو، ده العلف أهو في العلافات، والكتكوت بيطلع راسه من الجزء اللي هو ده أهو، وكل حاجة قدامك. تربية البطارية أسهل كتير من التربية الأرضي. الشفاط بيطلع اي ريحه امونيا ممكن تكون موجوده، ده اذا كان في ريحه، لان انا بشيل الاطباق بتاعه السبله وفي 5 دقايق بالظبط يعني بنزلها واحطها تاني، وممكن كل 3 4 ايام كده ولا حاجه نغسل الاطباق دي. يعني الطبق اقصد اقول مش الطبق اللي هو الاحمر، لا، الطبق العادي اللي هو بتاع البطاريه، اللي هو 50 سنتي عرض وطوله متر، زي ما انت شايف كده اهو الانتشار. والكتكوت ما شاء الله بالنسبة للعمر بتاعه ماشي. احنا بنحب الخير للناس جميعا، وعلشان كده متأكدين انتوا بتحبوا لنا الخير وتدعوا لنا.
كل حاجة عاوز تعرفها عن مجال الدواجن ادخل قناة عالم دواجن المشوي، هتلاقي الفيديوهات أكتر من 170 فيديو تطلع منها خبير، تطلع من القناة خبير. وأنا أتشرف بأن أنا أدمن جروب تربية الدواجن للمبتدئين وبأقل تكاليف على الفيسبوك. وإحنا وصلنا في الجروب ده أكتر من 400 ألف عضو في الجروب ده، وأي حاجة تحبوا إن انتوا تسألوا عنها أجاوب لكم عليها. كل حاجة بنوريها لكم، وريناكم التربية أرضي وبنوريكم التربية بالبطاريات زي ما انت شايف كده. اشترك في القناة واعمل لايك، وبنتمنى لكم كل توفيق وكل خير، وفعل زر الجرس عشان يجيلك اشعارات بالفيديوهات اللي بنعملها، وتابع معايا، والى اللقاء.